السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك كان راح أمس الأحد من التدريبات، ويستأنف تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لزد في الدوري الجمعة القادمة. يلتقي الزمالك مع زد يوم 3 نوفمبر المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية. جورج رونالدو ميرزباخ حفيد البلجيكي ميرزباخ مؤسس نادي الزمالك في حوار مع طارق يحيى عبر قناة الزمالك انتشرت شائعات بانتماء ميرزباخ للكيان الصهيوني، وأن ألوان تيشيرت الزمالك أبيض وخطين لونهما أزرق، وأضاف: تواصلنا مع حفيده للرد على تلك الشائعات. ومن جانبه قال جورج: حزين لما يقال من أشياء غير حقيقية عن جدي، وأشار: جدي لم يأتي من إسرائيل بل من بلجيكا مثلي. واختتم: ألوان التيشيرت بيضاء بخطين حمر، ولا صحة لما يتردد، صدقوني، وعاش ناديكم الحبيب الزمالك. ميدو: الأهلي افتقد عمرو السولية أمام صن داونز، كان يحتاج لخط وسط متنوع في اللعب. وأضاف: أحترم مارسيل كولر بسبب قرار استبعاده لإمام عاشور أمام صن داونز. واختتم: كولر كان محتاج إمام عاشور أمام صن داونز، لكن رغم ذلك قرر استبعاده بسبب عدم رضاه على جاهزية إمام، وفضل المجموعة أولا. عفت نصار: خوان كارلوس أوسوريو لا ينفع الزمالك مطلقا، ومستمر على عدم ثبات التشكيل، ومباراة سموحة كانت خادعة في تقييم المدرب، وحذرت من الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في هذه المباراة. وأضاف: أعتقد أن هناك رغبة لدى مجلس الزمالك في رحيل أوسوريو، لكن الأمور تتعلق بالشرط الجزائي، وسكواد الزمالك ينقصه بعض الصفقات الجديدة رغم وجود أسماء جيدة، ولكن بعضها لا يقدم المستوى المأمول. وأكمل: لا يوجد مباراة واحدة لعب الزمالك خلالها بتشكيل ثابت، وأوسوريو لا يستحق البقاء في الزمالك، وقد تكون آخر مباراة له أمام بيراميدز، وهناك أسماء يتم المفاضلة بينها وهو ما علمته من بعض الأشخاص داخل النادي. عفت نصار: هناك أسماء مدربين مصريين وأجانب مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة أوسوريو بشكل رسمي، ومن الوارد التعاقد مع بيتسو موسيماني، فما المانع من وجوده، خصوصا أنه مدرب ناجح. وأكد: كان يجب تواجد سيف الجزيري في لقاء إنبي. تم لعب الكرات العرضية كثيرا داخل المنطقة في غياب المهاجم الأساسي، وأوباما من الصعب الاعتماد عليه في مركز رأس الحربة، وشيكابالا لاعب جيد ويتم الاستفادة منه عندما يلمس الكرة، لكن بدون الكرة لا يفعل شيئا. وأشاد بمدرب إنبي تامر مصطفى الذي لعب مباراة جيدة أمام الزمالك واستغل إمكانات لاعبيه، ونجح في تحقيق انتصار جيد رغم عدم ضم صفقات كثيرة. وختم: كولر يتحمل نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز، والمباراة القادمة صعبة جدا، خصوصا في ظل وجود لاعبين مميزين في خط هجوم المنافس. حسام المندوه أمين الصندوق: بشكر الوالد على كل ما فعله، وحينما تولى أمانة الصندوق في عام 2001 حصد الزمالك على أفضل نادي في العالم شهر فبراير، وكانت فترة مزدهرة وخاصة في منصب أمانة الصندوق، وهذا يحملني مسؤولية أكبر. وأضاف: الجمعية العمومية بالزمالك وضعت علينا مسؤولية كبيرة، هم والجماهير، وإن شاء الله نقدم الأفضل. وأردف: يوم الانتخابات الجمعية العمومية قالت لنا: هننتخبكم لكن هنحاسبكم، وهذه مسؤولية كبيرة علينا لكي تحاسبنا، وأنا مؤمن أنه حقها، ونحن جاهزين للمحاسبة. وأشار: لن أستطيع الحديث عن أي ملفات سيتم مناقشتها في مجلس الإدارة، ولكن نحن أخذنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ومنذ استلمنا النادي بنتواجد فيه بال9 ساعات، واليوم أول اجتماع مجلس إدارة، وخلال شهر هنظهر ببيان للإعلام لتوضيح كافة الأمور. واختتم: نتمنى أن الجماهير والجمعية ثقتهم تزيد فينا، وسيجددوا إيجابيات كبيرة وسيجدوا إيجابيات كبيرة تطمئنهم. سمير صلاح وكيل فتوح: الأمور في المنتصف بين الزمالك وفتوح، رغبة اللاعب الأولى والثانية والثالثة هي الزمالك إلا إذا. وأضاف: فتوح يمتلك 4 عروض محلية من بينها الزمالك، وسننظر فيها في حالة عدم التجديد. وشدد: اللاعب له مستحقات من الموسم الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقد الجديد ومنحة التعاقد، وهذا أمر طبيعي حصل عليه أكثر من لاعب، وخاصة لو كان حرا. وأكمل: الاتفاق وصل بين فتوح والزمالك ل3 سنوات مدة العقد الجديد، والمبالغ التي نطلبها نراها طبيعية، وننتظر تحرك المجلس الجديد بعدما تولى النادي بشكل رسمي. واستطرد كل العروض التي تأتي لفتوح عن طريق وكلاء لاعبين، ومنها عروض داخلية وخارجية، ولكن حتى الآن لم نجلس مع أي ناد آخر سوى الزمالك. واختتم: من الأمور التي قد تتسبب في عدم تجديد تعاقد فتوح هي إذا قرر الزمالك تغيير سياسة الرواتب ووضع سقف لمرتبات اللاعبين.
مصطفى يونس نجم الأهلي السابق سعيد للغاية بمبادرة مجلس إدارة الأهلي بالتهنئة إلى مجلس إدارة الزمالك المنتخب، وأضاف الزمالك والأهلي دائما ما تكون العلاقة طيبة بينهما، بينما الاستثناء هو توتر العلاقة بين الطرفين، خاصة وأن هناك أشخاص لديهم وجه استفادة من ذلك وأن تكون العلاقة سيئة. وشدد يونس: أنا لا أتحدث مع الخطيب منذ فترة طويلة، إلا أنه كان على وشك التواصل معه لتوجيه الشكر له على هذه المبادرة الرائعة، خاصة وأن مصلحة مصر أهم من الأهلي والزمالك. مصطفى يونس: أحد المباريات التي كنت لاعبا فيها بين الزمالك والأهلي حدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، ومن ثم اجتمعوا للترتيب للخروج بعد المباراة من أجل تناول العشاء معا. واختتم: أتمنى أن يخوض الزمالك والأهلي مباراة ودية تكون إرادتها بالكامل لصالح غزة، مضيفا: مصر المتضررة من أزمة غزة، وأتمنى أن تتم المباراة بين الفريقين لصالح فلسطين. أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي: مباراة الزمالك الأخيرة شهدت مشاركة 9 لاعبين من قطاع الناشئين مع اختلاف أعمارهم، مثل البلعوطي وأحمد يوسف والعجوز وزياد كمال وعبد الرحمن عماد ومصطفى ديويدار وأحمد حواش ومحمد حمدي. والمباراة أثبتت هوية النادي أداء ونتيجة وأضاف: تعاقدنا مع زياد طارق ولاعب سنغالي تحت السن، وهم في طور التجهيز للمشاركة في المباريات المقبلة، ولم نتأثر بإيقاف القيد لأننا لدينا خطة واضحة في استمرار تصعيد اللاعبين الشباب، ولكن نجحنا أيضا في حل أزمة تسجيل اللاعبين حفاظا على صورة النادي ومجلس الإدارة بغض النظر عن المخطئ في أزمة زياد بوغطاس. وشدد: لدينا فكرة خاصة بتطوير منظومة الكرة بنادي إنبي، ولذلك من المهم التغاضي عن نتائج معينة من أجل التطوير، والأمر ليس في الفوز على الزمالك، لكن سعداء بمستوى اللاعبين. أيمن الشريعي عن مفاوضات الأهلي والزمالك مع أوفا وكالوشا: لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي سواء من الزمالك أو الأهلي، وهناك أزمة واضحة في مراكز الهجوم والدفاع، لذلك الجماهير تقوم بترشيح لاعبين من إنبي للانتقال للقطبين. وأشار: حال تلقي أي عروض سنقوم بمناقشة تامر مصطفى المدير الفني، ولدينا حسابات معينة، وفي النهاية فأن نادي إنبي لديه استراتيجية باكتشاف اللاعبين وتسويقهم داخليا وخارجيا. لدينا ناد آخر نقوم برعايته وهو بايونيرز، والذي يتواجد فيه 14 لاعب من قطاع الناشئين و8 عناصر تم اكتشافهم ويلعبوا هناك، ونقوم برعاية النادي كاملا في إطار سياسة النادي لتفريغ لاعبين. واختتم: محمد حمدي لن يلعب لأي نادي في مصر سوى نادي إنبي، ونريد إخراجه للاحتراف أوروبيا، واللاعب لديه رغبة في الاحتراف وكذلك شخصيته سوف تساعده على ذلك، وهو أمر جيد للنادي واللاعب من أجل تسويق اسم النادي بأنه يمتلك لاعبين ناشئين على مستوى عال ولديهم القدرة على الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية. أحمد كالوشا لاعب إنبي: ظهوري بهذا المستوى خلال الموسم الحالي استكمالا لما قدمته في الموسم الماضي، وتركيزي الكامل في التدريبات الجماعية، وتابع تقدمي في ملعب الخصم يأتي بقرار من المدير الفني. واسم كالوشا جاء لتشبيهه بمستوى كالوشا بواليا نجم منتخب زامبيا السابق، وشدد هدف الانضمام إلى منتخب مصر: ودائما أتحدث بيني وبين نفسي من أجل تحفيزي، وأقول دائما لم أصنع أي شيء حتى الآن، وأضغط على نفسي من أجل زيادة التركيز. واختتم: كان هناك تواصل في فترات سابقة من الزمالك والأهلي، ولكن هذا الموسم لم يتم التواصل بشكل رسمي، وأحد الوكلاء قال لي: كولر يضعك تحت المراقبة، واللاعب للأهلي والزمالك شرف لأي لاعب وحلم بكل تأكيد. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.